بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي كده يا حبايب قلبي، صلى على النبي واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صباح الخير او مساء النور. انا مش عارفه مين اللي بيتفرج عليا ومين اللي ما بيتفرجش، واللي متابعني من انهي بلد او من انهي دوله. فكلكم على دماغي وعلى راسي، وانا بحبكم قوي. بس نفسي اللي كان بيتابعني وبيلغي المتابعه ليه؟ يعني ليه بعد ما اشترك وحط صبعه على كلمه اشتراك ليه بيلغاها تاني؟ يعني نفسي اعرف ليه بيلغاها تاني. محتواها مش عاجبكم مثلا؟ اكتبولي في التعليقات، قولي ايه اللي مش عاجبكم او اللي انا بعمله مش عاجبكم وانا مثلا ما اعملوش. ف حقيقي بتزعلوني او بتقهروني او بتدوني طاقة سلبية بجد. لما اجي ابص مثلا الاقي عدد المشتركين مثلا 1000 مثلا 229 مثلا، واجي تاني يوم او بعدها بشوية ابص الاقيهم 1228 1227 1205. ليه يعني؟ ليه؟ هو اللي اشترك مش عايز حتى يشوف اللي انا بعمله، او مش عايز يشوف فيديوهاتي، ممكن ما يشوفهاش عادي. بس حقيقي انا زعلانة منكم بجد. اللي بيكبر بخاطر بني ادم ربنا سبحانه وتعالى بيكبر بخاطره بجد يعني. ف يعني عايزه اقول لكم على حاجه. الانسان بيبقى كلمه حلوه بترفعه لفوق، واي كلمه او طاقه سلبيه بتنزله الارض بجد. يعني لما تيجي تبص كده في يوم تلاقي حد بيقولك انت هتبقى فوق في السماء بجد، ومره واحده خلاك نزلت لسبع ارض. يعني حد دخل حياتي فرحني، قال لي هعمل حاجات، يا ريت يكون هو بيسمع الفيديو ده دلوقتي علشان بس. والحمد لله انا زي ما انا، لا زدت ولا قليت ولا اي حاجة في الدنيا، يعني عادي يعني. فانا كنت عارفة ان ده اللي هيحصل يعني. هو انا عارفة ان اللي بيتكلم ده او اللي بيقول، انا عارفة ان هو مش هيعمل حاجة. ده كلام على رأي اللي بيقول كلام ابن عم حديد. عارفة ان هو مش هيعمل حاجة. بس ليه الفرحة وليه ال انك تدي لحد كلمة وتدي لحد تخليه ان هو يعني خلاص الفرحة جت، الخير هيجي، الحاجة الحلوة كلها هتدخل فرحة. نسيت احزاني، نسيت همومي، نسيت كل حاجة. بس مرة واحدة الحمد لله فقت يعني. والحمد لله اللي انا فقت في الميعاد الصح، فقت يعني الحمد لله. انا بحمد ربنا وبشكره وبقول له انا كنت عارفة بجد ان ده هيحصل. كنت عارفة ان مفيش حاجة هتحصل من اللي بتتقال. فالحمد لله ان انا كنت انسانة واعية وراكزة وعارفة انا بعمل ايه كويس. ف مش اي حد يضحك علينا بكلمة او يقول لنا كلمة حلوة او يقول اي حاجة نجري وراه ونسمع كلامه ونصدقه بصراحة يعني. فالحمد لله على قد كده، والحمد لله على كل حال. تعالوا معايا بقى يا حبايبي. انا هعمل النهارده روتين بسيط كده. انا هنضف المكان اللي فيه الفراخ، عشان بس يعني الجو شتاء والمكان اللي هو فيه عمل ميه تحت رجليهم. فانا هوريكم دلوقتي انا وانا بنضف للحواء او للفراخ بمعنى اصح. ده المكان اهو.
فمش عارفة الكاميرا هتجيب ولا مش هتجيب. انا بصور زي ما انتوا عارفين طبعا لوحدي، فانا ايه ده المكان اهو. هخلص وهوريكم، لان مفيش حد معايا يصورني بجد او حد يعمل معايا حاجة، فانا هخلص وهوريكم يعني. فالحمد لله الحمد لله على كل شيء. بعبي اهو ولسه هكمل برمي. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، صلوا على النبي اذكروا الله دايما، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. على قد ما انا قادرة يعني، عشان عايزة بتاع حتة بيها، فانا مش عارفة. ميعملش لايك يا حبايب قلبي يعمل لايك كده ويشترك في القناة اللي لسه مشتركش، وبالله عليك وبالله عليك اللي يشترك ما يرجعش تاني يلغي الاشتراك. يعني بعد ما تكبروا بخاطر الانسان دي ترجعوا ليه تكسروا بخاطره تاني يعني. ليه؟ صدقوني يا جماعة محدش هياخد منها حاجة، الدنيا دي محدش هياخد منها حاجة. بس اللي يكبر بخاطر بني آدم دي بتبقى في ميزان حسناته يعني. مفيش حاجة كده هتتعمل من غير يعني، اللي يعمل حاجة حلوة ربنا سبحانه وتعالى بيديله كل حاجة حلوة. اللي بيكبر بخاطر بني آدم ربنا بيكبر بخاطره يعني. انما اللي عايز يضحك على الانسان ده او يضحك على حد بالكلام، فربنا سبحانه وتعالى يجازيه على قد نيته وعلى قد عمله، وربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل انسان على قد عمله يعني. ما هوش احنا اللي هنحاسب الناس، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب. وبدل معانا ربنا خلاص، ربنا وحده هو اللي معانا، مش مهم بقى اي حد تاني. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر يفرحنا، وهو اللي قادر يكبر بخاطرنا، وقادر ان هو يعمل لنا كل حاجه حلوه. فاحنا مش مستنيين ان شاء الله حاجه من حد، وان حد يقول لنا اي حاجه كده نصدقها ونسمع كلامه. ف يلا الحمد لله الحمد لله والشكر لك يا رب على كل شيء وعلى كل حاجة وعلى حالنا وعلى كل حاجة احنا فيه راضيين. احنا على رأي اللي بيقول يعني، من الواحد بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه اللي هو فيه يعني. اللي احنا فيه ده يمكن احنا احسن من ناس كتير او يعني.
يعني ما احناش، وربنا سبحانه وتعالى رايد لنا كده وعايز لنا كده، يبقى خلاص احنا ما احناش هنعترض على اللي ربنا يجيبه لنا او اللي ربنا ميسره لنا او اللي هو عامله لنا. لا، احنا مش هنعترض عليه. الحمد لله على كل حال، والحمد لله والشكر لربنا سبحانه وتعالى على كل اللي يجيبه وعلى نعمه، واحنا راضيين يا رب بكل حاجه انت تجيبها لنا وتعملها لنا، احنا راضيين بيها. الحمد لله والشكر لله. يعني كل واحد في الدنيا دي مكتوب له كل حاجه، مكتوب له رزقه ومكتوب له موته ومكتوب له كل حاجه في الدنيا، وكل واحد بيجيله ميعاد، ما عادش خلاص بقى يقدر يستنى دقيقه ولا ثانيه، ولا لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. خلاص دقت الساعة والوقت فما عادش ينفع ان احنا نستنى، ولا عاد فيها اي حاجة. ادعوا لي كده يا حبايب قلبي ان ربنا يقويني وربنا يعيننا على اللي انا فيه، لان الواحد يعني دعوة الانسان لاخوه المسلم حلوة، يعني دعوة بياخد عليها صواب وكل حاجة يعني. فانا هخلص بقى حبايب قلبي وهفرش على الأوضة وهوريكم الشكل النهائي ليه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو فرشت اهو. بديك الفراخ كلها راحت وقفت هنا في الكعب. اهو
والسطح هلم شوية العك اللي عليهم دول وايه واعمل. واذا كان الفيديو بتاع النهارده هو رتم بسيط صحيح، بس والله ربنا العالم انا عملته ازاي. ايديا عامله ازاي، ودي ايديا التانية، فربنا العالم انا عملته ازاي. والله يا ربنا العالم تعبانه قوي 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 يعني. فادعولي كده ان ربنا يشفيني، وان الفيديو يعجبكم. واللي ما اشتركش يا حبيب قلبي يشترك في القناه، واللي عنده تعليق حلو يعمله يكتبه. مش قادره بصراحه اتكلم. ان كان الفيديو عجبكم اعملوا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا مع السلامه.